أولياء الله ليسوا عبارة عن جماعة متميزين لهم وضع خاص، لهم صفة يعني شاذة عن بني الإنسان. لا 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 لا. أولياء الله هم الذين آمنوا بالله، وهم الذين وضعوا تقوى الله نصب أعينهم، نصب أعينهم. ربما ينحرفون لكن سرعان ما يعودون، ربما تشرد بهم نفوسهم إلى الأهواء لكن سرعان ما يتوبون ويعودون. نعم. فأولياء الله عبارة، ممكن كل واحد ممكن يكون من أولياء الله يا أخواننا، والله هذا شيء بسيط جدا، لكن المهم أن يكون الإنسان جامعا بين هذين الأمرين، الإيمان والتقوى. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى. التقوى، ما هو التقوى؟ كثيرون هم الذين يتصورون المتقي هو الذي لا يعصي الله أبدا، لا يمكن أن تقع منه معصية. لا. انظروا إلى قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ عرفهم: الذين ينفقون في السراء والضراء، عند الغنى وعند الفقر، ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا المتقي ممكن أن يرتكب فاحشة، ممكن أن يعصي الله. لاحظوا كرم الباري: والذين إذا فعلوا، يصف المتقين هم كذا وكذا وكذا، ثم يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة، نعم وقعت منه فاحشة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أقول أن لا يغفر الله الذنوب، وهل بعد الله كائن يغفر الذنوب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الإنسان إذا رحل إلى الله بخاتم حسنه يجد بين يديه البشرى التي تنسيه لذائذ الدنيا وتنسيه متاعها وتجعله نعم ينتظر مصيره الذي رآه بعينه لحظة فلحظة. نعم. وانظروا في هذا أيضا إلى قول الله وهو يصف لنا هذه الصورة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي هؤلاء الأولياء قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أين متى؟ قبيل الموت في دار الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هل بعد هذا الكلام هنالك حاجة إلى مزيد؟ يصور لنا بيان الله عز وجل حالة الإنسان طريح الفراش الذي دنا منه الموت وشم رائحة الموت وبدأت السكرات في كيانه، وكان لا أقول من الناس المعصومين، ما في إنسان معصوم من المعصية، لكنه كلما عصى الله رجع إليه، كلما انحرف تاب إليه. نعم، هذا يكفي. نعم، هذا ماذا يقول الله عنه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة قبل الموت. نعم، قبل الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا. الموت ليس كما تتصورون، ليس كما تتخيلون. الموت معانقة للنعيم الذي ينتظركم والذي تنتظرونه. نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، في الدقائق الباقية في حياة الدنيا، وفي الآخرة، ولكم فيها في الآخرة يعني ما تشتهي أنفسكم. هذه هي الجنة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم. أنا أسأل الله عز وجل أن يجعل مآلي ومآلكم من هذا الصنف، وأن يبشرنا ملائكة الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرضوان والنعيم.